أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في فيديو آخر، فيديو جديد. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، كنتمنى تعجبكم هذه الحلوة هذه. الصراحة حلوة جديدة، كنتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها زوين بزاف، وحتى المذاق زوينة بزاف. إذا غادي نحتاجو مقادير بسيطة، يعني ماشي مقادير كتيرة. إذا نبداو على بركة الله. غادي نحتاج كيف ما كتشوفوا هنايا عندي واحد الياغورت ديال الفراولة بهذا النوع هذا. وغادي نحتاج واحد الكأس العنبة ديال زيت المائدة، واحد الكأس العنبة ديال السكر سنيدة، وثلاثة البيضات يكونوا كبارين واحد شوية، واحد الفانيلي التنسيم، وجوج خمارات بيكين باودر، والدقيق على حسب الخليط. وغادي نحتاج هاد الطاوة هادي على تكون على هاد الشكل هذا. اذا غادي نبداو في التحضير. غندير 3 ديال البيضات، غنديرهم كاملين. من بعد غادي ندير كأس ديال السكر سنيدة، العبر بالكاس العنبة، والكاس ديال الزيت، زيت المائدة. وغندير واحد الفانيلي تنسيم ديال 7 غرامات. غادي نخلط العناصر ديالي مزيان بالخلاط اليدوي بهذه الطريقة هذه، تنتجانسوا لي العناصر مزيان مع بعضياتهم. من بعد غادي ندير هذا الياغورت هذا بنكهة الفراولة. غادي نخلط الكل جيدا. كيف ما كتشوفوا يعني عملية سهلة بزاف، ماشي طريقة صعيبة، كيف ما كنحضروا يعني كيك عادي. الصراحة كيجي لينا زوين بزاف في المذاق بنكهة الفراولة. كنتمنى تجربوا الطريقة ديالي، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. كتجي واحد الكيكة زوينة بزاف على شكل تورتة، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. هنايا غادي ندير الدقيق بتدريج بشوية بشوية، يعني على حسب الخليط. غندير زوج ساشيات ديال ديال خمارة بيكين باودر، زوج بيكين باودر ديال 7 غرامات. غادي نخلط مزيان الخلاط اليدوي.
إذا من بعد ما كنحصل على هاد القوام هذا غادي نكب الكيك ديالي في هاد المول هذا ولا في هاد الضو هادي. كنقادوها مزيان. انا شعلت الفران باش يسخن، غادي ندخلها للفران باش طيب، يعني بحال غطيب بحال الكيك عادي. اذا انايا من بعد ما طابت مزيان وبردات واحد شويه غادي نقلبها في هاد الطبسيل هذا. اذا هذه هي الكيكه ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي خاويه من الوسط يعني. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نوجد الكريمه. هنايا غادي نحتاج 2 معالق كبارين ديال سكر سنيده مع واحد فلومب ديال 4 غرامات يكون بنكهة الفراولة. غادي نحتاج واحد فلو اخر ديال يعني 2 ساشيات ديال الفلو، واحد معلقه كبيره ديال الماء النشا. وغادي نحتاج الحليب، حليب عادي ما يكونش دافئ. هنايا درت 2 ساشيات ديال فلوم بنكهة الفراولة. غندير 2 معالق كبارين ديال سكر سنيده، وندير معلقه كبيره ديال النشا اولا المايزينا. غادي نحرك العناصر ديالي مزيان، ثم غادي ندير الحليب. هنايا الحليب غادي ندير نص لتر تقريبا. غادي نخلط الكل حتى يذوب لينا المايزينا مزيان مع السكر سنيده. هنايا درت نصف لتر من الحليب. كنخلط الكل جيدا. ثم غادي نوضعو على نار تكون متوسطة، ما تكونش مجهدة بزاف، ونبقى كنستمر في التحريك حتى كنحصل على يعني حتى كيطلع من داك البخار، حتى كنحصل على شكل كريمي. حتى كيولي كيقصح واحد شويه عاد كنطفيو العافيه. اذا هنايا من بعد ما قصحت لي كريمه واحد شويه كما كتشوفوا، غادي نخليوها تبرد واحد شويه. الكيكه ديالنا راه بردت مزيان. من بعد غادي نكب الكريمه ديالنا على الكيكه على الكيكه من الفوق، يعني من الوسط لهذا الشكل هذا. من بعد غادي نخليها على جانب حتى تبرد مزيان. اذا من بعد ما بردات الكريمه ديالنا ولصقات مزيان، هنايا عندي حبيبات من الشوكولا وعندي شويه د المربى. غادي ندهن الكيك ديالنا من الجوانب يعني من برا.
غندهنو من جميع الجوانب بهذه الطريقة هذه، غير بالمربى. من بعد غدير حبيبات من الشوكولا على الجانب كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقة هذه. يعني ماشي طريقة صعيبة، طريقة سهلة بزاف، انا كنختار نزينو بهذا الشكل هذا. اذا من بعد ما زينته على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا راه كيجي واحد الشكل زوين ورائع بزاف. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. اذا غادي نقطع معكم واحد الريف باش تشوفوها كيف جات من الداخل. اذا كتجي بحال هكا، كتجي رقيقة ورطبة بزاف كيف ما كتشوفوا. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. كتجي رائعة ومفشة من الداخل. ونكهة الفراولة في الصراحة فيها واحد المذاق زوين بزاف، نكهة الفراولة مع الشكلاط. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ما يفوتكمش هذا الفيديو. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش تدعموني، باش دائما يوصلكم الجديد ديالي بالصحة والراحة.